انا في شريمبك الفرع الثاني اللي بعد اسكندريه، واخيرا بقى في الشيخ زايد. هوريكم اميز ما عند شريمبك. تعالى يا احمد، اللي قدامي دي استاكوزا، دي استاكوزا بحر متوسط، دي اسكندراني، دي مش مشهوره قوي يعني، هتلاقي حتى شكلها بالنسبه لكم مش مشهور. دي الاستاكوزا المشهوره دي اللي هي البحر الاحمر، طبعا الاستاكوزا دي صح يعني. تمام، دي هتنزل بالجردل ده، هتروح مكان ان شاء الله يعني ايه، هتشوفوا اللي هيحصل لها دي بعد شويه. تعالى تعالى بص بيبخ الميه بتاعته ازاي، اللهم صل على النبي. الجردل ده احنا هنعمل اللي فيه ايه بقى؟ هنحط الصبيط ده جمبري ما شاء الله، وراك بط. هناخد من ده كده، نحط في الجردل ده، ناخد بلح بحر. تعالى، بلح بحر ما شاء الله جامبو. حلو، وناخد ايه، تعال نروح للكابوريا اللي هناك دي، وناخد كابوريتين. انا عايزكم بقى بالمناسبه الناس اللي بتفهم في السمك، بصوا على شكل السي فود عامل ازاي. ده هيروح يتضرب في خلاط زي خلاط الاسمنت كده. يلا نروح يلا بينا. ده بقى مش خلاط اسمنت، ده خلاط قلبي، ده خلاط السعاده. احنا بنعمل ايه بقى؟ طبعا احنا هنا سلقنا الكابوريا نص سلقه، ها ساعدنا على السوا. تمام، ماشي. والصبيط قطعناه بس المنظر ده كده. ايوه بقى، ايوه بقى. ارمي معاك تمام في نفس الوقت. تمام. يلا بينا. خلاط السعاده يا جماعه، يا نهار ابيض، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انت قلت لي كبشتين فلفل بس، هو ده حبيبي يا شيف. تعالى اوريكم حاجه ثالثه. اوب، انتوا عارفين انتوا عملتوا ايه في شريمبك؟ الحلقه الاولانيه اللي صورناها في شريمبك اسكندريه عملت على الفيسبوك بفضلكم، عملت 10 مليون مشاهده على الفيسبوك و15 مليون مشاهده على التيك توك. فانتوا بسببكم شريمبك جه فتح الفرع الثاني في الشيخ زايد. وعشان يعني عشان تعالى دي اللقطه بقى اللي عايز اوريها لكم. وعلشان انتوا كتيبه المزاجنجيه حبايبي، انا هدلعكم. احنا لينا خصم في شريمبك الشيخ زايد 30% من النهارده لغايه لغايه اسبوع. احنا بنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا كده بنسوي الباستا داخل الجبنه البارميجان. جبنه البارميجان. دي جبنه بارميجان مع التقه. دي تقريبا ممكن تبقى بقى لها قد ايه دي؟ ممكن يكون بقى لها سنتين. ده بيخلي تستها زي الجبنه الرومي القديم البطارخ كده، تستها بيبقى اعلى. بيبقى اعلى بكتير. يلا بينا. طيب احنا هنحط ده على المكرونه صح؟ بعد ما تحط. يلا بينا ماشي. يا جماعه التكحيته اللي في الاخر دي، التكحيته اللي في الاخر دي، بص 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 بص، تفصيله مزاجيه يعني. يلا، دي جبنه بارميجان مبشوره صح؟ وها قد اكتملت السعاده. تسلم ايدك يا شيخ. انا طبعا شهادتي مجروحه في المكان هنا، لان انا في الاول قلت بفضلكم، الحقيقه كان بفضل الله على ايديكم. شايفين اللي بيحصل ده؟ اكيد انا مش محتاجه اشرح لكم انا سعيد ازاي باللي بيحصل ده. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي كده اهو، بسم الله. بس ما دام عملنا كده، ناخد ده كده اهو. هشهد شهاده، الصنف ده اصبح موجود في شويه مطاعم. طب يا تعالى ناخد فتحه دي. الحقيقه من تجربتي كذا مره، لا شريمبك من اميز اللي بيعملوا الاكله دي. ليه بقى؟ يا مجرم، انت عايز ناخد رز واحطه جوه الصوص؟ جوه الصوص؟ هو ده. ايوه جدا. شريمبك من اميز اللي بيقدموا الاكله دي. ليه؟ ده صوص زياده صح؟ صوص زياده زي ما اللي فاتت هديه. انت حبيبي، دي في كيس بلاستيك وانا مروح، ها انت عارف من المره اللي فاتت. فعلا اولا الخامات انت شفتوها في الاول، كل ما بقى السي فود فريش و
صابح يعني. وتبقى الكابوريا اللي محمله والبص كل ما طبعا، وشغل الشيف طبعا، الشيف اللطيف اللي كان واقف جنبي ده مخلين شريمبت من اميز الناس في الاكله دي الحقيقه. العروسه دي طبعا دي استاكوزا، دي اللي هي البحر المتوسط. اللهم صل على النبي. دي ايه بالشوكه؟ يلا نخش نضرب البرانس المتين. اوف، اللهم صل على النبي. يلا هو انا متخيل ان احنا هنعمل كده. اصحاب القلوب الضعيفه غموا عينيكم بقى، اتصرفوا ماليش فيه، عشان اللي بيحصل ده يعني مش عارف والله، يعجز اللسان. اللهم صل. بسم الله بسم الله. مهما حاولت اوصف لكم انا حاسس بايه. اولا طعم لحمه الاستاكوزا حكايه، طعم الصوص اللي عامله الشيف حكايه. تسلم ايدك. مش عايز اقول لك اكتر من مش عارف يا راجل. ده بص، ده تعال طعمه اجرام. شوف الذره بقى طعمه عامل ازاي، فما بالك بالاستاكوزا. طيب والحقيقه يعني عشان برضو دي ما تزعلش لازم نمسي عليها تمثيله سريعه كده. دي الاستاكوزا الشهيره بتاعتنا. بصوا بقى انا هعمل فيها ايه. بص تعالى يا جماعه، دي شوربه بطارخ صح؟ يا نهار اسود على الفجر، والله فجر. استاكوزا بغمسها في شوربه بطارخ. بسم الله. عشان ما تزعلش بقى، عشان الصوص التاني ما يزعلش. والله. انا ملاحظ حاجه، ان لحمه دي اطرى شويه واخف شويه من دي، صح كده؟ ده يعني انا البحر المتوسط دي اول مره اكلها. اوريكم من التميز. ده سي فود مقلي كويس. البريدنج ده الحقيقه مختلف عن البريدنج اللي انا عاده بشوفه في السي فود عاده يعني طعم البريدنج، الزيت، الجمبري طبعا ازاز. هو ده جمبري ازاز ده احطها في اي صوص يا شيف. يلا من دول ده طرطار صح. يلا ليه مش طحينه؟ طب ايه ناخد من ده ونحط في شوربه البطارخ مثلا؟ ايه ينفع نعمل كده؟ اريس على اللي بيحصل. بسم الله. ودي الباستا اللي احنا عملناها. عايز اقول لكم احنا فين. احنا في الشيخ زايد، في وصلة دهشور مول بوينت 6. المكان الشريمبك حتى من ساعه ما شفته في المره الاولانيه في اسكندريه، المكان اولا شيك قوي، هايجينيك قوي، المطبخ اوبن كيتشن وما شاء الله ما شاء الله يشف ويرف يعني. اتيتيود الناس اللي شغاله، اتيتيود الشيفات الحقيقه لا من الاماكن اللي لما دخلتها لا انت حاسس بمكان فيه كونسبت، فيه تفاصيل، فيه يعني فيه تركيز يعني. تعالى يا احمد، يا حاج احمد يا مدلعنا. ايه بعد اذنك تعالى يا حاج. تعالى. السلام عليكم. حاج احمد والد الحاج صبحي اصحاب مطعم شريمبك. انا في تفصيله عايز اقولها. اولا انت خلاص استريح ماشي بس هتتزحلق. انا طيب لا ما حضرتك استريح، لا لازم تستريح. انا في حاجه عايز اقولها لكم عن من اميز ما في شريمبك، ان حضرتك مستورد اصلا وتاجر اسماك وسي فود صح كده؟ فلما نبقى يعني قول لي احنا بدايتنا اصلا تجاره الاسماك
مثل المطعم. صح الكلام. صح كده؟ يعني انا مثلا ايه الحاجه اللي باكلها لازم اكلها للزبون. ايوه بقى، بص انا هاكل وحضرتك بتتكلم ها مبدئيا يعني. قول. ها. انا الحاجه اللي باكلها برتاح لازم اكلها للزبون من انضف حاجه. ما انا باكل انضف حاجه، لازم الزبون اللي بيجي ياخد انضف حاجه. ولما كمان يكون اوريدي المطعم هم تجار سمك وتجار سي فود، يبقى المنظر اللي انتوا شفتوه في الاول السمك الفريش والسي فود والجمبري الفريش الحلو ده يبقى من انضف حاجه، يفضل ثابت متواصل بنفس المستوى. هو ده الصح. دي من مميزات الحقيقه. انا تاني مره اجي شريمبك، لا مش يعني اصور في الشريمبك، اجيت كذا مره يعني، بس وقعت في غرامهم. ليه؟ عشان شويه التفاصيل، الهيجين، النظافه، الشيفات، لا الحقيقه يعني شويه تفاصيل فارقه جدا الحقيقه. قول له احمد كان بيعمل ايه من وراه. يا احمد ما تلعبش من ورايا. احمد صح؟ خليني واديك عناية. بياكل من غير ما اخد بالي صح؟ ملعبه. نورتنا يا حاج. تعالوا شريمبك الشيخ زايد من النهارده لمده اسبوع. كتيبه المزاجنجيه 30% خصم في الشريمبك على المنيو كلها من النهارده لمده اسبوع. انا هقول كان معاكم مصطفى محمود وماذا، حضرتك قول جنجي. يلا، كان معاكم مصطفى محمود وماذا جنجي. جلجي والله جلده